السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفة اليوم هي بنيون. جبته لكم اليوم بأسهل طريقة وبأبسط مقادير. وصفة سهلة وبزاف بنينة، تحضروها ليه وتخرج لكم كمية مليحة. نروح نشوفوا مقادير هاد الوصفة وطريقة تحضيرها. لهاد الوصفة نحتاجو كاس تاع بيسكو يكون مرحي، هنا استعملوا أي نوعية تكون عندكم. زيت عليه كاس غوفريت، كنت كسرته هكا شوية خشين ما مرحيتوش، وكاس كاوكاو يكون محمص ومرحي خشين. نزيد عليهم 2 مغارف كبار تاع جلجلان اللي هو السمسم، يكون محمص وماشي مرحي، ومغرفة كبيرة حلوة الترك. ومن بعد نخلط هاد المقادير كامل كيف كيف. البنيون تاع اليوم درتو يعني بمقادير بسيطة، و كما يقولوا ما يكلفوش، وبطريقة تانيك سهلة يعني توجدوه ليه ما يشدش كامل اليد. هنا بعد ما خلطتهم راح نزيد مغرفة كبيرة مسحوق الخروب، هذا تاع كاروما راكم تعودتوني نخدم به، راح يعطيكم واحد البنة هايلة البنيون. انا كنت دايما ندير الكاكاو، مي هنا كي درت مسحوق الخروب عطاني بنة كي شغل حسيت روحي راني ناكل في حاجة جديدة، ماشي كيما البنيون اللي مولفة نديرو. زيت هنايا 2 مغارف كبار نتاع الزبدة دايبة، ونخلط هاد المقادير كامل كيف كيف. ومن بعد نبدا نطم في البنيون. انا هنا ما رانيش حنطمو بشوكولا تارتيني، كنت ديجا درت لكم من قبل وصفه اللي طميت البنيون بشوكولاته الطلي. اليوم حنطمو غير بالعسيله والمعجون. وشنو العسيله راح ندير غير 2 مغارف كبار برك، خاطرش هي حلوه بزاف ما نكترش منها. ومن بعد نبقى نطم بالمعجون. كما نعرفوا المعجون يجي شويه بالقروصيه، معناتها قد ما تحطوه ماهوش حيجي هذيك الحلاوه اللي تقهم. وانا ما نحبش بنيون يكون حلو بزاف، دائما تلقاوني هكا نسيي كيفاش ندخل حاجه جديده اللي تنقص الحلاوه، دي فوا ندخل بات نوازيت، يعني نزيد حاجه ونقص حاجه غير باش ما نطيحش في هذيك الحلاوه اللي تقهم. وهاد الوصفه اللي عطيت لكم اليوم حتجي الحلاوه هايله، ما يجيش كامل حلو بزاف. انا بديت نطم بالمعجون، انا درت معجون تاع المشماش، ونبقى نحط غير بشويه ونطم حتى نحسو بلي ولا ليه كي شغل اون بات اللي نقدر نتحكم فيها. شوفوا هنا حنكمل غير هذه الكميه حتكون كافيه، ما لازمش تجيكم عجينه طريه بزاف. لو كان يكون طري بزاف ومن بعد ما يقدرش يعني البنيون تاعكم ما حاش يشد لا فورم اللي حتمدوها له. هنا بعد ما طميته راح نديرو انا في المول تاع السيليكون، وانتم الا ما كانش عندكم عادي كوروه ويجيكم هايل. ندير هكا كريات الوزن تاعهم واحد 30 غرام هكاك، وندخلهم في المول. وهنا لازم تزيروا مليح باش يشد لكم لا فورم تاع المول. نكملهم كامل بنفس الطريقه، ومن بعد ندخل هاد المول للكونجيلاتور واحد ربع ساعه هكاك، لو طون لي البنيون تاعي يشد لا فورم تاع المول تاع السيليكون، ومن بعد نجبدو. هنا بعد ما فاتت واحد ربع ساعه راني نديمولي فيه، شوفوا هو يتنحى معايا بكل سهوله. ومن بعد ندير له الكلاصاج تاع الشوكولا. انا النص راح ندير لهم كلاصاج بالشوكولا البيضاء والنص بالشوكولا نوار. وحندير هنايا كلاصاج فيريرو روشي. جبت شويه تاع شوكولا بيضاء ذوبتها على حمام مائي، درت لها واحد المغرفه تاع الزيت هكاك، يعني على حسب الكميه نتوما ديروا الزيت وشوفوا. وهنا عندي كاوكاو اللي كنت حمصته مليح وريحته خشين، نسي نحط هكا كميه ونحرك ونشوف. انا نحبو يكون معمر بالكاوكاو باش يجي بنين. ودوكا نبدا ندير في الكلاصاج، ونخليه حتى هاد الشوكولا تنشف، وندير له التزيين اللي يكون اختياري يعني على حسب واش يكون عندكم. انا راح نكملهم كامل بنفس الطريقه.
كيما قلت لكم نص حنديرهم بالشوكولا بيضاء ونص بالشوكولا نوار، وندير لهم ديكور غير خفيف ونوريهم لكم في طبق تقديم. البنيوان تاعي راه واجد بعد ما كملته ودرت له هاد التزيين اللي عطاه منظر بزاف شباب. قربت لكم هنا يعني هكا باش تدوا فكرة على الديكور. الا عجبكم ديروه كيما انا، سينو ديروه على حسب واش يكون عندكم. ونزيد نقسم لكم حبة باش تشوفوه يعني كيفاش يجي لداخل. تجي فيه وحدة قرميشة هذيك تاع الكاوكاو مع القفريط والجلجلان، ومسحوق الخروب تاني كعطاه ريحة هايلة. هنا قربت لكم حبة. وشوفوا كي نقسموه كيفاش يجي طري ومعسل للقلب، والبنة تاعو هايلة. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم، واذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم وتبارطاجيوها مع الاصدقاء. دوكا مبقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى. مع السلامة.